هل عمرك سألت نفسك ليه لما تفتح لعبة تقيلة على الكمبيوتر أو الموبايل أحياناً بتاخد وقت طويل لحد ما تشتغل؟ السر مش في المعالج بس، لكن في مساعد مهم اسمه RAM، وده اختصار لراندوم Access Memory. تخيل المعالج زي مدير شاطر وسريع جدا، والهارد ديسك زي المخزن الكبير لكنه بطيء. هنا بيجي دور الرام، الموظف الذكي اللي بياخد البيانات بسرعة من الهارد ويحطها على مكتب المدير علشان المعالج ينفذها فوراً. عشان كده الألعاب والبرامج لما بتشتغل الأول بتتنقل من الهارد للرام، ولأن الرام أسرع بكتير المعالج يقدر يشتغل من غير تعطيل. في الكمبيوتر الرام بتكون أكبر وأقوى، مناسبة للألعاب وبرامج الجرافيك والمونتاج. أما في الموبايل فهي أصغر لكن دورها أساسي علشان التطبيقات تفتح بسرعة والتنقل يبقى سلس. طب إيه هي أنواع الرامات؟ في الكمبيوتر DDR3 الأقدم، DDR4 الأشهر حالياً، و DDR5 الأحدث والأسرع. أما في الموبايلات LPDDR4 و LPDDR4X المنتشرة في الأجهزة المتوسطة، و LPDDR5 اللي موجودة في الهواتف الحديثة. أكيد دلوقتي في بالك بتقول طيب الرام دي بتتصنع من إيه؟ الرام ببساطة معمولة من شرايح سيليكون جواها مليارات الخلايا، كل خلية فيها ترانزستور ومكثف بيخزنوا البتات 0 و 1، وده اللي بيخليها سريعة جدا في التعامل مع البيانات. الخلاصة، من غير الرام المعالج هيغرق في بطء الهارد، لكن بوجودها بتحس بالسرعة والانسيابية سواء على الكمبيوتر أو على الموبايل. كان معكم مصطفى من قناة تعلم بترفيه. هدفنا نوصل المعلومة بأبسط شكل ممكن لكل شخص في الوطن العربي عشان ننشر العلم ونفيد مجتمعنا. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة، تساب لايك وتفعيل زر الجرس، وتتابعنا على كل منصاتنا علشان نقدر ننتشر ونفيد أكبر عدد من الناس. خليك دايما معانا وتعلم بترفيه.